عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في قناتي قناة مطبخ ميس فتومي. رجعت لكم اليوم ببنة جديدة ووصفة جديدة. اليوم باش نعمل مع بعضنا مسلي باللحم، طريقة سهلة ومبسطة، ماهوش في الفور اليوم في الكاسرونة على الغاز. ان شاء الله الوصفة تعجبكم، ان شاء الله تجربها وتنجح معاكم. اذا اول مرة تزور القناة تفضل وليس امرا تشترك في القناة بالضغط على زر صابونة واشتراك الاحمر وتفعل الجرس باش يجيك كل جديد. قبل ما نبداو في تحضير الوصفة نحب نشكر الانسان عزيز عليا برشا ونحبه برشا، وهو يعرف لي انا نحبه برشا، هو سيلفي يعني خو راجلي. هو اللي بعث لنا اللحم البرشني، ومش راهو على خاطر هو بعث اللحم البرشني، هو يعرفني نحبه برشا ونحترمه برشا. ربي يفضله وربي يطول في عمره وربي يعطيه ما يتمنى وربي يطول في عمره يعطينا ويعطيه الوقت الطيب. يلا نتعدي نشوف مع بعضنا طريقة تحضير المسلي. خديت كمية باللحم، تكون ماذا بينا اللحمة تكون كبيرة شوية باش تجينا بنينة وتجينا فيوحة. خديت مع 4 روس بصل قصيتهم كبار شوية كما تشوفوا، كل راس قصيته على 4 بريسك. ومن بتنجانة عندي 2 كعبة طماطم، راس ثوم قشرته من برا وكهو. بالنسبة للبرشني، اللحم البرشني راهو نجم نستعمل مع الثوم، اما العلوش نجم نستغناو على الثوم. شوية على راس الملعقة فلفل أكحل، نص ملعقة ملح، نص ملعقة كركم، شوية تبل كروية، 4 سنين الثوم. عندي الكليل، ماذا بيه كليل يكون أكثر. أنا عندي شايح وعندي نص كاس زيت. أول حاجة سخنت كاسرونة باش نحط فيها نص كاس الزيت. أنا حطيت زيت زيتون، انتم لكم الاختيار، تنجم تستعمل أي زيت يبدأ عندك. حطيت البصل ماذا بينا نكثروا خاصة في المسلي على الغاز، ماذا بينا نكثروا في البصل ونخليوها ترونش كبيرة، يعني قطعة كبيرة كي نقصوه ما نقصوش جيد باش يعمل لنا من بعد أكل تختوخ ويبان لنا برشا ويعمل لنا طبقة تحت اللحم كيما المسلي اللي في الفور بالضبط. حطيت راس الثوم، حطيت معاها تبل وكروية، الملح والفلفل الأكحل والملح والكركم وترونشات اللحم. ماذا بينا كيما قلت لكم ترونش اللحم تكون خشينة شوية. وتوا باش نبدا نقليهم باش يتفوحوا. نحرك بشوية 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 بشوية. ماذا بينا يكون المعون واسع شوية. انا الحقيقة راني ترونش الزايدة هذيك بتاع اللحم راني ما نجمش نقصها، خاطر راجلي وقتها راقد ماهوش يعني معايا، ما نجمش نقص. انا اللحم ما نجمش نقص، خليتها كيكه وكسرها ماهيش واسعة برشا. حطيت الفلفل التبل وكروية، وتوا حطيت معاهم التبل وكروية شو اسمه هذاك الكليل وكعبات عود قرنفل. عود قرنفل ماذا بينا نحطوا 4 5 كعبات عود قرنفل، ماهوش مرحي اما كعب. وزدت بعد ما تفوحوا شويه وتقلوا كل شيء، زدت 1.5 لتر ماء سخون. 1.5 لتر ماء سخون. حطيت معاهم 3 ورقات رند، معاهم زاد 2 كعبات طماطم قصيتهم قصيتهم كما تشوفوا على 4، وباش نغطيهم ونخليهم على النار تكون متوسطة. وكل مرة نقعد نحرك، يعني نغطيهم كل مرة نقعد نحرك باش المكونات الكل تجلس مع بعضها. وقبل ما ذكرت زدت شوية فلفل، حطيت شوية على راس الملعقة فلفل أحمر. بالنسبة للناس اللي ما تحبش المسلي بتاعها يكون أزعر، يعني يكون فيه برشا يعني أصفر من أزعر. توا باش كل مرة نقعد نحركها بشوية بشوية، كل مرة نقعد نحرك على نار متوسطة. كيما قلت لكم ماذا بينا نحطوا كمية به من الماء باش بالرغم البرشني راهو صغير 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 على الاخر، وتشوفوا من بعد اللحم كيفاش جات يعني طايب ذايب ذوبان. لكن حطيت 1.5 لتر ماء باش البصل والمكونات الكل تتجانس وتعمل لي تختوخ. التختوخ هذاك راهو فيه بنة، يزيد للمسلي بنة بنة بنة. كل مرة قاعدة كما تشوفوا نحرك، كل مرة نحركهم باش ما تلصقليش في القاع متاع الطنجرة، ونحركه بشوية بشوية. ويعني عيني ميزانيك، حتى كان يبدا اللحم كبير شويه راني نزيدو الماء، معناتها نقاه مازال ما طابش نزيد الماء. انا بالنسبه لي برشني هذاك راهو اللحم نتاعو صغير، معناتها صغير. توا كما تلاحظوا بعد بريسك ساعه ونص كل شيء تجانس المرقه الصوص قرص زيتها، اللحم طاب ذاب ذوبان. توا باش نمشي نحيتو الكسرونه، توا باش نمشي نقلي باش نعمل فريت. انتم لكم الاختيار، تنجم تعمل فريت تنجم ما تعملش. بالنسبه برشا يسالوني يقولوا علاش الفريت يجينا لاصق بعض في بعضه ومعجن. نحب نقول لكم راهو الفريت كي تقصوه البطاطا كيف تقصها تحطها في الماء، تخليها في الماء تنقعها في الماء يعني بريسك نص ساعه، وبعد تسقطرها بالباهي وتقلاها في زيت سخون على نار كميه باهيه من الزيت، يكون سخون على النار تكون قويه. ما تحركش من الاول، اول ما تحطها تخليها
تقلبها كي تشوفها سي طابت يعني لونها تبدل شوية يعني ملوطة، وقتها تقلبها وديما كيما قلت لكم كمية بها من الزيت معون ما يلصقش. تنقعها في الماء. وزادة تكون يعني ما تحركيش كي تحركها البطاطا فيها نشا كل لاميدون هذاك، كل ما تحركها كل ما تتحل وتجي ماهيش معناتها ماهيش كل كعبة وحدها. نحطها سقطرها بالباهي من الزيت ونحطها بابي ونعمل نفس الكمية يعني بنفس الطريقة الكمية الكل. توا خذيت الباذنجان هذيكا قصيتها غسلتها بالباهي مسحتها. وقصيتها يعني خليتها كيك وقصيتها على 4 خليتها شادة من فوق ما نحيش الراس نتاعها، وزيد نقلها في نفس الزيت نتاع الفريت هذاك، وحطيت معاها قرينة فلفل قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر ديما نار متوسطة بالنسبة للفريت قلت لكم نار قوية البطاطا، وهذه باش نقلاها على نار متوسطة باش تطيب لي بالباهي من داخل وتجي هكا يعني ذيبة تشوفوها من بعد. توا باش نعمل دريساج. بالنسبه للدريساج كيما ديما نقول لكم راهو الدريساج فينال يقعد دائما اختياري، لكن دائما نعطيكم يعني نعطيكم فكره ماذا بيا يكون الصحن يكون غرق شويه باش الصوص تجي كيما تشوفوا اللحم ما شاء الله ذايب ذوبين. طاب بعد باش نوريكم بالفرشيطه كيفاش جاي ذايب ذوبين. انا هزيته المعلقه الكبيره هذيك باش ما يتقطعليش يعني ما تفرتليش وتقعد لي اللحمه مزيانه وكامله كما هي. بالنسبة شوفوا البصل هذاك والطماطم واللفحات الكل تجانسوا ولاولي يعني تختوخ بنين ما شاء الله وفاوح ما شاء الله. به توا باش تزين يقعد تزين حطيت شوفوا الباذنجان كيفاش كي قليتها في نار متوسطة كيفاش ولا زيت يعني سخون. شوفوا كيفاش جاتني معناتها طابت بالباهي، والفلفل زاده رشه معدنوس رشه بصل اللي يحب من فوق ينجم يزيد زيتون نجم يزيد انا زدت الفريت وزدت ترونش قارص ليمون. انتم نجموا تزيدوا طماطم تكون طازجه معناتها طماطم كعب تقصها ترونشات. التزيين يقعد ديما اختيار. شوفوا ما شاء الله اللحم كيفاش جا طيب ذايب ذوبان. بالنسبة للطريقة ان شاء الله جربوها وان شاء الله يا ربي تعجبكم وتنال رضاكم. هذه وصفتنا اليوم كما تشوفوا طبق متوازن بنين ساهل صحيح مكلف شوية لكن راهو حاجة واو حاجة روعة. ان شاء الله هركم زين وان شاء الله ايامكم كلها افراح ومسرات. باي باي في الامان وشاي طيبة. باي باي.